الصحابة بيقولوا كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل علينا شاب يتيم قال: يا رسول الله، كنت أقوم بعمل سور حول بستاني، فاعترضت نخلة لجار لي طريق البناء. يعني ايه؟ صلى على النبي. الشاب اليتيم جه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قعد مع الصحابة بيقول له: يا رسول الله، أنا بعمل سور حوالين البستان بتاعي، وليا جار عنده نخلة مش عارف أبني السور من النخلة دي. هي النخلة عنده لكنها تطل على سور الشاب اليتيم. فقال: يا رسول الله، فعرضت عليه أن يتركها فرفض، ثم عرضت عليه أن يبيعها لي فرفض يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوا بهذا الجار. جه الجار، فقال النبي المختار لهذا الجار، وأقول: من الذي يتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لهذا الجار: يا رجل، اترك هذه النخلة للشاب اليتيم. ده شاب يتيم، هيجيب منين ويعمل ايه؟ ما تسيب له النخلة اللي عندك دي. خلي بالك مين اللي بيكلمه؟ النبي. فقال: لا يا رسول الله، مش هديها. فقال النبي: إذن فبيعها للشاب اليتيم. مش عاوز تديها له صدقة؟ بيعها له. قال: لا يا رسول الله. النبي عرض عروض الدنيا، رفض. بيعها له، سيبها له. قال له: لا يا رسول الله، ولا سيبها له ولا بيعها له. ومين اللي بيكلمه؟ فداك روحي ونفسي وأبي وأمي والدنيا كلها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا الرجل لن يتركها ولن يبيعها، فقال النبي: اترك هذه النخلة للشاب اليتيم، وسيعوضك الله عز وجل في الجنة نخلة يسير الراكب في ظلها 100 عام. قال الرجل: لا يا رسول الله. يا نهار أبيض، ربنا هيديك نخلة في الجنة يسير الراكب، ما نعرفش بقى راكب ايه، يسير الراكب في ظلها 100 عام. الرجل قال له: لا يا رسول الله. فعلم النبي وعلم الصحابة أن هذا الجار قلبه ممتلئ بحب الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواحد قاعد من الصحابة اسمه أبو الدحداح قال: يا رسول الله، لو أن هذا الجار ترك النخل لليتيم سيعوضه الله عز وجل بنخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. فقال النبي: نعم يا أبا الدحداح. أبو الدحداح يشمر ويبيع الدنيا علشان خاطر الجنة، فيعمل ايه؟ اسمع بعد ما تصلي عليه. قال أبو الدحداح للجار: هل تعرف بستان أبو الدحداح؟ فقال الجار: ومن في المدينة لا يعلم ولا يعرف بستانك يا أبا الدحداح؟ وبدأ الجار يوصف في بستان أبي الدحداح. قال له: بستان أبو الدحداح، اسمع كده: الذي به 600 نخلة، وبه بئر مياهه عذبة، وبه سور شاهق يعني عالي، وقصر منيف يعني في قصر. معنى منيف في اللغة يعني كامل الأوصاف، يعني القصر ده باللي يخطر، كل اللي يخطر على بالك. بالله عليك أنا عاوز أسمعك الوصف تاني بعد ما تصلي على النبي. الجار بيقول لأبو الدحداح: ومن في المدينة ما يعرفش البستان بتاعك يا أبو الدحداح؟ ده فيه 600 نخلة، وفي بير مية، المية بتاعته عذبة، وحوالينه سور ما شاء الله، سور شاهق عالي، وبه قصر منيف يعني قصر حسن جميل كامل الأوصاف. قال أبو الدحداح للجار: ما رأيك في أن تأخذ بستان أبو الدحداح وتتنازل لي عن هذه النخلة؟ فقال الرجل: قبلت. فباع أبو الدحداح البستان للجار
مقابل النخلة حتى يعطيها للشاب اليتيم. وتمت البيعة بين أبي الدحداح والجار، والشاهد على البيعة من؟ صل عليه صلى الله عليه وسلم. أبو الدحداح ساب ده كله علشان إيه؟ علشان نخلة في الجنة. اسمع بعد ما تصلي عليه. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، تنازلت عن هذا كله وتركت النخل للشاب اليتيم، أبهذا يا رسول الله سيجعل الله عز وجل لي نخلة في الجنة؟ فقال النبي: لا يا أبا الدحداح. فقال النبي: لا يا أبا الدحداح. فتعجب الصحابة من قول رسول الله: لا يا أبا الدحداح. الصحابة: إيه يا رسول الله؟ أبو الدحداح يا رسول الله، ده أنا سبت القصر وال600 نخلة والبير وأنت بتقول لي لا يا رسول الله. فقال النبي: يا أبا الدحداح، إذا كنت تركت النخل للشاب اليتيم فإن كان هذا كرم منك فكرم الله لا حدود له، وإن كان هذا عطاء منك فعطاء الله لا حدود له، وإن كان هذا فضل منك ففضل الله لا حدود له، فقد جعل الله لك نخلا وبساتين في الجنة لا حدود لها يا أبا الدحداح. فتمنى كل واحد من الصحابة أن يكون هو من؟ أبو الدحداح. وظل النبي بقى يوصف في بساتين الجنة وفي نخل الجنة لأبي الدحداح. خرج أبو الدحداح رايح على البيت بتاعه، عفوا اللي كان بتاعه، القصر اللي كان بتاعه، فقابل زوجته فقال لزوجته: لقد بعت القصر مقابل نخلة في الجنة لله. فقالت الزوجة الصالحة: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. وقيل في بعض الزيادات بعدما علمت أن أبا الدحداح باع البستان بما فيه، قيل أنها كانت تحمل على يديها طفلا صغيرا تطعمه تمرة من التمر الموجود في البستان، فأخرجت التمرة من فم الطفل وقالت: معذرة يا بني لقد بعناه لله. يعني قالت كمان التمرة دي ما بقتش بتاعتنا لأن احنا بعناها. خلي بالك، زي ما قلت لك امبارح 150 جنيه ولا 200 جنيه من كل واحد مقتدر فينا هيدخل فيهم السرور على قلب مسلم. من أكرم يتيما أكرمه الله، ومن أعطى فقيرا أعطاه الله، ومن تفضل على مسكين تفضل عليه الله. قال جل وعلا: فأما اليتيم فلا، وأما السائل فلا، وأما بنعمة ربك فحدث.